الفكرة بقى ان انا جسمي سخن بقاله اسبوع وعندي برد، وقلت ان شاء الله يوم البطولة هخف. النهارده كنت نايم عرقان عرق شديد وجسمي سخن، بس ما رضيتش اقول طبعا لامي. لو كنت قلت لامي هتقول لي رحت ليه البطولة يا اسلام، رحت ليه البطولة يا اسلام، فانا غفلتها وما رضيتش ايه. بس حاسس بس بشوية دوخة، ان شاء الله افوق يعني. ويا اما حد بقى قاعد بقى باك ستيج، والحمد لله ان هو لاعب واحد. هو المفروض كنت هنزل ب5 لعيبة، بس في منهم 2 في اسكندرية، فالاثنين عشان يروحوا صد رد يوم الميزان او يوم قياس الطول ويرجعوا اسكندريه تاني، دي فرهده. وفي واحد تاني كان عنده قضيه في المنيا عشان هو محامي، فراح المنيا فمش هينفع يجي. فمصلحه انا ما كنتش هعرف اسد مع كل دول، هو لاعب واحد ركز معاه عشان اصلا تعبان. بس عربيات اكتوبر طبعا بتيجي عربيه كل نص ساعه، والناس بتهجم عليها زي الهمج. انا مش فاهم بصراحه بقى ايه يعني، ربنا يستر. مش انت سايبني انا في الهواء الطلق. انت هنمشي كده ولا كده؟ احنا هنقابل فين؟ مش هتقابل حاجه. لا كده. بالك ان عربيات اكتوبر دي بتيجي واحده كل نص ساعه. طب ربنا يستر بقى. ما سهل. هو في المدينه التعليميه في اكتوبر صح؟ بس بقالنا قد ايه ماشيين؟ بقالنا نص ساعة والله. بقالنا نص ساعة. انا حاسس ان احنا مش ماشيين غلط، بس ما عنديش دليل. مش عارف. طب هو المسرح هيبقى فيلا من الفيلا اللي طيب؟ كانش جوه الفندق. والله مش عارف. جبنا النستو. انت مش في الجامع، طب شيل معاه يلا بس معاه اي حاجه، شيل معاه بس عشان هو يرجع يجيب ثاني. معلش نسلم الفصل. يلا بس على طول يا سبارس يلا ايه ايوه يا بعض. جوه دي لا شويه كده بس نظبط الدنيا جوه ونقدر ندخل الناس الجمهور يا كابتن. التسخين بقى قبل البطوله. احنا نزعل بيسخنوا الفيب. اخو مش Total
69 71 72 72 76 تعالى عندي كله ثابت على الوضع العادي عشان تاخد راحتك. كله ثابت على الوضع العادي، كل الابطال ثابت على الوضع العادي. كله ثابت في الفرونت بوزيشن. شايفينك ما تقلقش بس تعالى كده شويه عشان تعرف تعمل الوضع. فرونت دبل بايسبس. الوضع الاول دبل بايسبس. الوضع الثاني رجل الدوز ضرب. سايد تشست. الوضع الثاني الجانبي. لاعب خير. لاعب خير. مش انا 20 سنه تقريبا. سايد دبل بايسبس. بكتير طبعا السن عليه حلو برضه الدوري ناضج يعني. مفيش فرق رجل باك لايك سبريت. رجل الدوز ضرب. سايد بايسبس. الوضع الثاني سترونج ستيبس الجانبي. abdominals and thighs. عضلات المعدة والرجلين. vacuum. وضع الفاكيوم. back double biceps. يلا يا دوي. افتح يا دوي افتح. لا عفوا خلاص شكرا. كل الابطال لاين واحد. كي لسه الابطال كلها لاين واحد يا جماعه. لا لاين واحد هنا لسه الجروب الثاني. دي ريلاكس.
مش هنبتدي الا لما كل الناس تقعد. قول لي اقعد معلش. ايه؟ دي واحد. بص يا كابتن، وسع لنفسك، افتح المسرح مظبوط، خليك على اللاين، خليك على اللاين، خد مسافتك مظبوط. عالشداوي محمد محمود عبد القادر، تعال تعال بس. عالشداوي بيصير زحمه. ايش اقعد بس انت اقعد. كل الابطال واقف وضع عام امامي وشك للحكم. دلوقتي مش شايف حاجه. طب ايه طيب حكام شايفين ايه؟ محمد سامي معلش نقف بس يا كباتن. ايوه والله النور امتى؟ بعد الصبح يا شباب نقعد عشان التصوير. اقعد يا كابتن. كل الابطال وضع عام امامي وشك للحكم. خليك التزم باللاين يا كابتن. كل دول واقفين ليه؟ كابتن انا كلمتك مره قلت لك ارجع بعد الشام المشكله بقول لك ايه ناشئين 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 خمس لسه لسه هم نفس الحاجه. امال الكبار عاملين ازاي؟ جانبي بتاكل دلوقتي لاعب خير لاعب خير اللي واقف الثالث اللي قبل الاخير ده دي جي اللي هو الطويل اللي هو اللي قبل الاخير. دي جي وقف المزيكا لاعب خير. باك دبل بايسبس. هو اللي هيكسب في الاخر. دبل بايسبس. abdominals and thighs. الوضع الاخير عضلات المعده والرجلين. ايه الرعب ده؟ العيال غريبه. كده الاثنين فوق راسك يا كابتن. Vacuum pose. وضع الفاكيوم. اللاعب عبد الرحمن وليد رقم 20. شكرا. مش طبيعي محمد رمضان.
الوضع الأول دبل بايسبس. From chest. الخط ده جامد فشخ. هي التصفيات هتبقى هي 4. From chest. الوضع الثالث جانبي. Back double bicep. الوضع الرابع ظهر دبل بايسبس. Back left. الخامس Side triceps. الوضع السادس ترايسبس جانبي. Abdominal exercise. الوضع الأخير عضلات المعدة والرجلين. Vacuum push. وضع الرجل. ريلاكس يا أبطال. عشان بس هنعمل vacuum push 3 و25. 3. الوضع الأول. أول bicep. الوضع الثاني Side chest. الوضع الثاني جانبي. لا 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 نزل من رجلك. Side chest. Back double bicep. الوضع الرابع ظهر دبل بايسبس. Back handspring. الكاميرا مش جايبه حجمهم الحقيقي. Side bicep. الوضع السادس ترايسبس جانبي. عارف الأبطال؟ هي كده الأبطال. مازن مدحت شاكر والبلغاريا البطولة. سوسي بتصمم شكلها ازاي؟
واقتنص ذهبية البطولة والبطل بشهادة منصة التحكيم ورئيس لجنة التحكيم صاحب أجمل ابتسامة مع ثلاثة الأوضاع البطل يوسف ياسين أحمد. مش فارقة عادي لو هتعدي عادي. ايوه يا عم بوشكا عادي. صورة تذكارية للمراكز الستة الأوائل مع بعض، المراكز الستة الأوائل بس مع بعض. البطل الفائز على الميدالية الذهبية صورة تذكارية لوحده. هنا البطل الفائز بالمركز الأول لوحده يا جماعة. افضل شويه ما هي عاوزك زي التيم. اتفضل يا كابتن محمد، اتفضل يا كابتن. صورة تذكارية للبطل مع المدرب بتاعه. ألف مبروك للبطل الفائز على الميدالية الذهبية ودرع البطولة. تحية كبيرة يا جماعة، حاول بطل. نخش جوه ناكل مربى. كام مربى؟ مش جايب خلاص يبقى هو كده ومش غيرها. عادي هي دي اولى. طب يلا لول لبسنا ولا ايه؟ لا مش لبس. انت رجعت تيشيرت؟ تيشيرت بس مش هيروح. لا مش لسه خلاص سيبوا حد ماشي. خش جوه من غير ما تلبس. انزل تحت ده في المروحه. لا انزل تحت قصدي في انا شايف مش هيجيب اصلا. عايز المايك بقى. ايه؟ عايز المايك لسه قايل لي. عايز المايك احسن. مدرب الضوء ده
شيبسي بالطماطم. شيبسي بالطماطم. طماطم. ليه يا عم؟ لا يا باشا مفيش حاجة اسمها ليه يا شباب؟ هجيب لك العصر. لازم بيبسي يا جوجو. ها؟ لازم بيبسي. دولي وياخد كارت احتراف بعدين ما كابتن اكمل. وطبعا عمل لنا 4 اوزان، الاول كانوا وزنين بس للناشئين، خلاهم 4 اوزان. كل لاعب هيلعب البطوله من المركز الاول للعاشر هيحصل على كارنيه لاعب دولي. زمان كان اللاعب ممكن يتجاوز ال 60 سنه وما يقدرش يثبت ان هو لاعب بطوله دوليه. انت هنا في ارض مصر مش محتاج لتيكت طياره، مش محتاج لفيزا تترفض، مش محتاج لتصريح من المدرسه او من الكليه عشان تلعب بطولتك. انت البطوله هتتلعب في مصر، هتبقى لاعب دولي ومعاك كارت احتراف وانت لسه عندك او ما كملتش 17 سنه، لان احنا عندنا في مصر الطفرات الجينيه يا جماعه. الطفرات الجينيه دي انا بيقف عندي هنا على الستيج لاعب عنده 15 سنه او 16 سنه ينافس بطل العالم. تحيه كبيره للوالد الدكتور عادل فهيم. مش هطول عليكم لكن استعدوا 17 18 19 20 بطوله افريقيا في عروس البحر الاحمر البحر الابيض المتوسط الاسكندريه. المعلم بتاعنا مستر سامي بشير هيضيف وانا مش هتكلم لو هو بيتكلم. هي تقديم كل التوضيح يا كابتن احمد، بس اللعيبه المصريين يروحوا الميزان يوم 17. اللعيبه المصريين يعني احنا عملنا لهم ميزه اضافيه عشان ياخدوا يوم اضافي في التحميل، يريح ويحمل براحته، فيجي الميزان يوم 17 ان شاء الله. على اساس ان في بعض الدول جايه يوم 18 هيبقى 18 ده مخصص للدول الافريقيه. فرجاء يعني الناس كلها تلتزم ان هي تيجي يوم 17 عشان الدنيا تمشي. الاهل بتشارك او يعني هي طبعا فرصه تستخدم الدول الحريه وتشارك في الدول الحريه. واللي عايز يشارك ضروري جدا. شكرا. شكرا لكابتن اسامه بشير تنفيذي لمحافظه مصر الدكتور حسام رئيس لجنه التحكيم. شكرا للكل الحكام، شكرا للحضور اللي استمتعنا بيهم اللي بيشجعوا بشياكه وجمهور جميل جدا جدا.
وضع الأمام ثابت على وضع الأمام الوضع الأمام لسه ثابت على وضع الأمام. جامد يا عاش يا يحيى. يحيى رجلك يحيى. جامد يا يحيى، جامد جامد جامد. انشف ظهره، ربنا انشف ظهره. يحيى ايدك 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 يا يحيى. يحيى ايدك. ايوه كده ايوه كده ايوه كده، ما تنساش. يحيى 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 يحيى. عايز تاكل ايه بقى؟ هو الدوري لسه قاعد؟ موجود لسه؟ معرفش بس استحالة ما اعتقدش. بس يا ابني لسه هيرجع على اسكندرية يا دوبك. والله يا ابني انت كنت طالع بمستوى جامد جدا. والله الحمد لله وصلنا. هي رحله جامده ليك والله. هي جميلة، هي كانت قصيرة بس عادي عادي حط فيه. يا مو يا مو انت اجمد واحد في الصف، والله انت اجمد واحد في الصف، اجمد واحد اول. من بابا؟ بص وش نار عليه ولا ايه؟ لا يا عم وده ده حبيبي. يا ولد يا ونش، عاش يا ونش. عاش يا مو. ركز على عشمو. جامد. ممكن تاخدها جيم اوفر. خلصانه خلصانه خلصانه. مو انزل سيكا انزل سيكا انزل سيكا بس شكرا. انتهت شكرا جزيلا. دقائق وهنعلن عن المتأهلين للدور شكرا. صلى ياسر، ما تقولي صلى على النبي، صلى على النبي ياسر. بصوت ايه؟ الحمد لله.